السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. بحال ديما في البدايه ديال الفيديو ديالي كنبغي نرحب بكم هو الاول، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ديالي هي ايضا قناتكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الحلوه الرائعه سهله ناجحه اقتصاديه ولذيذه، واللي زوين فيها اكثر انها كتوجد بسرعه وما فيهاش المقادير بزاف وكل شيء كيبغيها الكبير والصغير. حلوه بلديه دائما متواجده في البيوت ديالنا في جميع المناسبات، الا وهي معلكه او لا غريبه ديال الكاوكاو والكوك، رائعه بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نعطي لكم جميع الاسرار باش تنجح معكم ان شاء الله من اول تجربه. غادي نمشي معكم خطوه بخطوه وغادي نوري لكم جميع الاشياء اللي كندير فيها، وغادي نقول لكم بالكاس وبالغرام وايضا طريقه الطهي ديالها. يلا بسم الله على بركه الله. اول حاجه نبداو بالمقادير بحال ديما. هنايا عندي 600 غرام ديال الكاوكاو او لا الفول السوداني اللي حمرته شويه في الفران غير باش ما يبقاش لينا فيه ديك النسمه كيكون خضر صافي. وهنايا عندي 400 غرام ديال هنايا ديال الكوك. كيف كتشوفوا معايا انا غادي نوري لكم داك الشيء اللي كنستعمل، ماشي اشهار ماشي حتى شي حاجه. هذه فيها 400 غرام واللون ديالها كيكون اصفر، ما تستعملوش هذا اللي كيكون اللون ديالو ابيض، هذا ما كيجيش في معلكه صراحه. هذا غادي يعني تفندوا فيه غير الحلوه الريشبوند ديالكم فقط. وبالنسبه للفول السوداني اللي استعملت هذا النوع صراحه كيجي زوين بزاف في المعلكه صافي. وهنايا عندي 6 البيضات اللي الحجم ديالهم متوسط، كاس ديال السكر عامر مزيان، كاس ديال الزيت، ايضا الكاس ديال العنبه، 2 خمارات، قبيصه ديال الملحه، 3 المعالق كبار ديال الشوكولا نوار خاصه بالحلويات. انا استعملت هذه اللي كتباع في لي دور برايس صراحه زوينه، او لا ديروا هذه اللي كتباع ايضا في انتر مارشي او لا في اوشان. انا ما كنديرش الاشاره الاخوات، كنعطي لكم يعني داكشي اللي كندير انا باش ان شاء الله الوصفه ديالكم تنجح معكم. 2 معالق كبار ديال المربى، وهنايا ملعقه صغيره ديال السكر فاني. وهنايا السر اللذه المعلكه ديالنا عندي هنايا نصف ملعقه صغيره مخلطه ما بين القرنفل وايضا النويويره. صدقوني الاخوات حتى شي واحده او لا حتى شي واحد ما قال لكم هاد السر اللي ديك اللذه ديال المعلكه. وصراحه كيديروا فيها شويه ديال القرنفل وشويه ديال النويويره او لا الباديانه، كنطحنوهم مزيان صافي. كنديروا غير واحد نص ملعقه صغيره صافي. كنتمنى انكم عطيت لكم من سر اللذه ديالها. ودابا كيف شفتوا معايا 600 غرام ديال الفول السوداني طحنته، دابا غادي نخليه جانبا. غادي ندوزو اول حاجه باش تنجح معكم المعلكه ديالكم او الحلوه ديالكم، انه تجيبوا واحد الطاسه ديروا فيه البيضات ديالكم 6 ديال البيضات، وايضا مع قبيصه ديال الملحه وديك ملعقه صغيره ديال السكر فاني، حيت غير باش نزولوا ديك السفوريه ديال البيض. اما حنايا غادي نسموها كما قلت لكم بهذا الشيء اللي قلت لكم. وهنايا السر الاول، خصكم تربوا البيض ديالكم مع السكر مزيان حتى يتبدل اللون ديالو، يولي اللون ديالو ابيض، وايضا السكر يعني غادي يذوب مزيان. وهنايا كنزيد 2 معالق ديال المربى ديال المشمش. انا هنايا درت يعني طراب كهرباء، انتم الا عندكم يعني طربوا به، الا ما عندكمش ديروا في الكاس بحال يعني مولينكس صافي. ودابا زدت داك الكاس ديال الزيت، ولكن ضروري من هاد النقطه الاخوات انكم في الاول تخلطوا المكونات ديالكم مزيان مع بعضياتهم. ودابا كما قلت لكم عندي هنايا 3 المعالق ديال الشوكولا نوار خاصه بالحلويات، 3 المعالق كبار. وطبيعه الحال راني يعني غربلتهم باش ما يبقاوش ديك الحبيبات صغارين. وزدت ديك نصف ملعقه كما قلت لكم مخلطه ما بين القرنفل وايضا باديانه صافي. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان صافي. بعد ما يعني تخلط لي الخليط ديالي صبح لي خليط واحد. دابا غادي نكبو هنايا في القصعه ديالي اللي غادي نخلط صافي. بالنسبه للطراب الكهربائي تالت الخدمه ديالو، وهنايا جا الدور ديال اليد ضروري هنايا. او ثاني حاجه يعني السر الثاني انكم تسبقوا الكوك ديالكم هو الاول وتعلكوه مزيان. انتم كيف كتشوفوا معايا كيف كندير انا،
يعني كنخلطو مزيان اولا يعني كنعلكو مزيان حتى كيخرج منه داك الزيت اللي فيه. كيف كتشوفوا معايا كنبقى هيدا واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق وانا كنخلط. عاد ديك الساعه غادي نزيد ديك 2 خمارات اللي في. انا الصراحه انا الخميره ديالي دائما كنقول لكم فيها 10 غرام، وانما انا الخميره طبيعيه ما مجهداش. نتوما ديروا هذيك اللي فيها 7 غرام، يعني 14 غرام اللي غادي ديروا، يعني 2 خمارات، ما ديروش كثر. الا درتو كثر الحلوه ديالكم ما تجيش زوينه، والا درتو اقل عاوتاني ما غاديش تفكع لكم. صافي كيما شفتوا معايا درت الخميره وهنايا زدت الكاوكاو. وهنايا خصكم ضروري تعلكوا المره الثانيه، حيت دابا زدنا الكاوكاو. على سميتها المعلكه خصنا ضروري هنايا نعلكوها مزيان باش هيداك يعني كتطلق الكاوكاو يطلق الزيت ديالو والكوك ايضا، دوك المكونات كيتجانسوا مع بعضياتهم. عاد ديك الساعه يعني تقريبا واحد 5 حتى 6 ديال الدقائق وحنا كنخلطوا اولا كنعلكوا في الخليط ديالنا. والسر الثالث الاخوات، الخليط ديالكم ضروري تخليوه يبات لكم في الثلاجه. كنظن اول مره كتسمعوا يعني هاد المعلومه. سمحوا لي اصحاب المهنه، فسيت يعني قلت السر ديالكم، ولكن سمحوا لي انا صراحه ما كنخبي حتى شي حاجه على المشاهدين ديالي. كنقول لهم جميع يعني الاسرار والنصائح باش ان شاء الله ينجحوا معهم الوصفات ديالهم. الخليط ديالي غادي نخليه في الثلاجه ليله كامله. صراحه انا كنت درت واحد الخليط اخر ولكن ما درتش فيه الشوكولا، درتو عادي وصافي. اما هذا ديال الشوكولا درتو في المجمد، كنت مزروبه درتو في المجمد غير واحد 3 ديال السوايع صافي واستعملته. هنايا غادي نجيبوا السكر ديالنا اللي غادي نفندوا فيه الحلوه ديالنا. كما شفتوا معايا السكر انا وريت لكم النوع اللي استعملت، شريته من الدي. صراحه الاخوات جربت هذا السكر صراحه زوين 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 بزاف بزاف، ودرت معاه تقريبا واحد 2 معالق ديال النشا، وهنايا عندي ماء الزهر غير ندهن به يديا وصافي. بالنسبه لهذا الخليط الاخوات كما شفتوا معايا نفس الخليط لهذا اللي درنا ديال الشوكولا، هذا ما درت فيه الشوكولا، ولكن هذا كنت خلطته في الليل وخليته في الثلاجه ليله كامله. انتم كيف كتشوفوا معايا صراحه شاد راسو، ونقدروا نكوروها كيف ما بغينا، ما غاديش تعذبنا ولا حتى شي حاجه. شوفوا بالنسبه للمعلكه قد ما خليتوها ترتاح كتزيد كتشرب وكتزيد، يعني ما كتعذبناش ملي كنكوروها. صافي كنتمنى انكم فهمتوني. خصكم تخليوها تبات في الثلاجه ليله كامله. بالنسبه للتزيين كما شفتوا معايا انا هي عندي الكركاع وعندي حب الملوك اولا الكراز، كل واحد كيف كيقول له، اولا لي سوغيز. غادي نزين به الحلوه ديالي. هنايا غادي نجيو باش نكوروا الحلوه ديالنا. بالنسبه للحجم كل وحده والذوق ديالها، ولكن انا ننصحكم ديروا بها ديروا فيها 25 غرام. صافي كنوزن الحلوه ديالي كندير فيها 25 غرام وكندهن يديا بشويه ماء الزهر. صراحه كيف كتشوفوا معايا راه كتكور بوحده، ما كتلصقش ما كتعذبناش ما حتى شي حاجه. صراحه هاد السر غير ديروه غادي تنجح معكم ان شاء الله. يعني خليو المعلكه ديالكم تبات في الثلاجه، في الصباح عاد طيبوها، اولا الا درتوها في الصباح حتى العشيه عاد طيبوها، يعني عطيو ليها واحد 7 اولا 8 ديال السوايع وعاد ديك الساعه يعني طيبوها. هاد السر صراحه انا النهار اللي جربتها عجبتني وعطتني واحد النتيجه اللي هي رائعه بزاف بزاف. دابا كيف كتشوفوا معايا غادي نفند الحلوه ديالي في السكر كلاصي صافي، وغادي ناخذها ونحطها في البلاطو ديالي. بالنسبه للبلاطو عفوا ضروري انكم تفرشوا لواحد ورق الزبده اولا بابي كويسون باش ما تلصقش لكم. صراحه الاخوات هذا السكر رائع بزاف بزاف كيما شفتوا معايا، يعني ما كيتحرقش الحلوه ما كتشربوش ما حتى شي حاجه، كيبقى باين هيداك في الحلوه ديالنا. كما قلت لكم شريوه من الدي احسن من هذاك اللي كيتباع في الاسواق اولا في المحلات التجاريه الكبرى. صافي كما شفتوا معايا هذه يعني الحلوه المعلكه ديالنا اللي درنا يعني البيضه، غادي نديروا واحد نص ديال الحبه ديال الكرز اولا حب الملوك. كما شفتوا معايا كندير ليها شويه الوجه ديالها في ابيض ديال البيض غير باش تلصق لينا ديك الحبه باش ما تطيحش لينا فقط، ولكن ما ديروش بزاف، ديروا غير شويه
شويه وصافي. صافي غادي نستمر هيدا حتى غادي نكمل الحلوه ديالي كامله ان شاء الله، وديك الساعه ندوزو هذيك اللي فيها الشكلاط ان شاء الله. الاخوات نسيت واحد الحاجه بالنسبه هذيك اللي درنا فيها الشكلاط، درت ليها 3 معالق ديال الشوكولا نواغ. اما هذه دوك 3 المعالق ديال الشوكولا زيدوها اما الكوك واما الكاوكاو. كنتمنى انكم فهمتوني باش الوصفه ديالكم تجي لكم من ناجحه ان شاء الله 100%. وهاد المقادير انتم كيف شفتوا معايا ما زدت عليهم حتى شي حاجه وما نقصت عليهم حتى شي حاجه، كلشي باين وواضح في الفيديو. تبعوا غير الوصفه ديالي يعني المقادير ديالي، ديروا هاد الوصفه يعني حرفيا وان شاء الله غادي تنجح معكم وغادي تشكروني عليها ان شاء الله. كما شفتوا معايا بعد ما كملت الخليط الاول، ودابا غادي ندوزو للخليط الثاني اللي درتنا فيها الشوكولا نواغ. صافي غادي ندير نفس الشيء، غادي نكورتها، درت فيها 25 غرام وفنتها في السكر كلاصي. وهذه غادي نزينها بنصف حبه ديال الكركاع كيف كتشوفوا معايا. حتى هذه كنجيب حبه ديال الكركاع، اما كندهنها غير هيدا بالاصبع ديالي اولا ولكن شوفوا من الاحسن دهنوها غير بالاصبع ديالكم هيدا، ما يعني ما ديروهاش كامله في ابيض ديال البيض حيت كتهز بزاف ديال ابيض البيض وابخي يعني كتخسر لينا الوجه ديالنا ديال الحلوه. صافي كما شفتوا معايا دابا غادي ندوزو نطيبوها ان شاء الله. بالنسبه للفران انا غادي نهضر لكم على الفران ديال الضو. ملي بديت كنكور في الحلوه ديالي شعلت الفران. نتوما كتعرفوا انه خصو الفران يكون سخون بزاف، يعني خصو يكون سخون مزيان باش هيدا غير كنحطوا الحلوه ديالنا مع ديك السخونيه كتفكع لينا اولا كتشقق لينا. كيف كتشوفوا معايا درتها في الدرجه الثانيه وحطيت البلاطو ديالي وشعلت ليها من الفوق ومن التحت ودرت ليها 200 درجه، درت ليها 10 ديال الدقائق. انا كنوري لكم الفران ديال الضو، صراحه انا كنطيب في الفران ديال الضو صراحه زوين بزاف وكيس الحلوه كتصدق فيه. نعاود لكم درتها في الدرجه الثانيه، درت ليها 10 ديال الدقائق ودرت ليها 200 درجه. بعد ما دازت 10 دقائق على الحلوه ديالي راه شعلت ليها من الفوق ومن التحت. هانتوما كيف كتشوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله مشقه ومحمره شويه من الفوق، ومن بعد زدت ليها من التحت 3 ديال الدقائق، يعني طفيت ليها من الفوق وزدت ليها 3 ديال الدقائق من التحت، يعني المجموع 13 دقيقه اللي خدات ليا في الطياب. ما طيبوش المعلكه ديالكم بزاف، الا طيبتوها بزاف راه غادي تقصح لكم، غادي تولي لكم بحال الحجره. انتم عارفين المعلكه ما كتاخدش بزاف ديال الوقت في الطياب. صافي بعد ما كملت الحلوه ديالي كامله انتم كتشوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله عطات لينا واحد الكميه اللي هي كبيره طيبه محمره من الفوق ومن التحت وجات زوينه وبنينه. ما نعاودش لكم البنه ديالها الصراحه. اللي غادي ياكلها عندكم غادي يطلب لكم المقادير. وبالنسبه للاخوات اللي كيديروا لي كوموند اي وحده خداتها من عندكم انا متاكده غادي يرجعوا ياخذوها مره الثانيه. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ الا كنتوا غادي تاكلوها في ديك السيمانه خليوها برا، اما الا كنتوا غادي تاكلوها يعني في 3 ولا 4 ديال السيمانات من الاحسن ديروها في الثلاجه حيت كتعرفوا انتما ان المعلكه دغيا كتغمل. صافي الاخوات وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله ان عجبت لكم هذه الوصفه واستفدتوا منها. وكيف كنقول لكم دائما الا عجبت لكم الوصفه ديالي ما تنسونيش بدعوات وباللايك والتشجيعات ديالكم. اي سؤال اي استفسار خليوه ليا في التعاليق نجاوبكم عليها ان شاء الله. مع السلامه.